هنكمل الشرح بتاعنا. الدرامات لازم يكون سليمة، ده اسمه درام. فين الدرام؟ ده الدرام دي موجودة ورا الكرين. الكرين من ورا لازم تكون سليمة. لازم تكون سليمة او الواير مرفوف عليها بانتظام. الدرام اللي ورا ده بيبقى عليه حاجة اسمها رصاص، مش الرصاص ده وظيفته ان هو يرصلي الواير ده. سواء كنت بفرده او بلمه، وظيفته ان هو بيرتب الواير. السيفتي لاتش ده بيفتح لجوه، ما بيفتحش لبره. يبقى لازما يمنع خروج الواير من مكانه. طبعا الونش كله قايم على نظام هيدروليك، يعني قائم على نظام الزيت. خراطيم الزيت بتأكد انها سليمة ازاي بقى؟ عن طريق ان نظام الونش كله قائم على موضوع ضغط الزيت الهيدروليك. فلو حصل تسريب في الزيت ده ممكن يؤدي الى انهيار الونش كله. لو هو شايل حمل، الونش كله ينهار. حتى الدعامات الجانبية واقفة على ضغط زيت، بس مفيهاش تسريب زيت. وانا بشيك، عارفين بعمل ايه؟ شايفين الجزء اللي تحت ده دوت، بمسحه بايدي، ولو لقيت فيه تسريب زيت برفض الونش ده. ليه بقى؟ اللي خلاه هو واقف بينزل زيت، فلو شال هينزل اكتر، هتلاقي الحمل وقع منك. برضو بشيك على الدوائر الكهربية، لازم تكون متزنة، ومفيش اي اسلاك مهترية، او العزل اللي عليها متشال. كمان افحص الصباني. الصباني ده من الاخر هو وايرات والسلاسل والاحزمة. الكورس ده اسمه رفع وتصبين. التصبين يعني طرق ربط. اسم الكورس ده رفع وتصبين. فالتصبين يعني ايه؟ طرق ربط. او ان انا احزم الحمل اللي انا هشيله. فدي اسمها في اللغة الدارجة الصباني. لازم اتأكد من وجود طفاية حريق موجودة في الونش نفسه. طبعا انا بفحص الكابينة، بفحص موضوع الوايرات، المرايات، بفحص الازاز بتاعه ما ينفعش يكون مشروخ. بفحص طبعا الاشارات والانوار والاضاءة، وكمان الفرامل. كل ده ببدأ اشيك عليه، حتى الالارم وهو راجع وهو بيلف. طبعا الفحص، في فحص بعمله يومي. طبعا الفحص اللي انا بعمله يومي، في فحص طبعا بعمله قبل اي شغلانه. عند اجراء اي تعديل على المعدة داخل الموقع، لابد من عمل معايرة مرة اخرى للمعدة داخل الموقع. اهو بص كده عشان الناس اللي ما شافتش ونش قبل كده. الكابينة اللي قدام عندك عجل اهو، عندك بوم تلسكوب اسمه بوم التلسكوبي. ده الهوك، طبعا عشان هو واقف في رابط الهوك اهو، ما يفضلش رايح جاي. اظن كده تمام. شايفين البقرة بتتحكم في مسار الواير؟ تمام كده. الدعامات الجانبية طبعا داخلة لجوه، عشان هو راكن على جنب مش شايل. تمام اوي.